السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نوريكم طريقة باش كنسلقو البيض ديال السمان. هذا بيض ديال السمان فيه فوائد كثيرة. غادي نحاولو ناخدو البيض وغادي نوضعوه في الإناء، غادي نوضعوه فوق البوطة، غادي نحاولو نشعلو البوطة، غادي نتسناو حتى الغليان، نشعلو البوطة على هاد الشكل وغادي نتسناو حتى الغليان. من بعد الغليان غادي نعطيو البيض 10 دقايق. كيف ما كان البيض عنده 10 دقايق كيطيب فيها. 10 دقائق كيف ما كان البيض 10 دقايق كتكون طايبة. بعد الغليان متحسبش قبل الغليان، حيتاش قبل الغليان تكون كتضيع فيها الوقت، يقدر ما يغليش الماء على مدة 5 دقايق، مغاديش يطيب لك البيض في 5 دقايق. إذن ابتداء من هنا غادي نحسبو 10 دقايق. 10 دقايق غتكون بيض طايب ناضج. حالة هاد البيض ديال السمان كيكون خطرات كيكون خاسر ولا تعطل، كيكون شي بيض خاسر، فاش كطيب راها كتبان البيضة خاسرة كتحيدها. هاد الطريقة باش كتعرف البيض واش خاسر ولا لا، وفاش كتحطو في إناء ديال الماء البيضة اللي مزيانة ما خاسرش راه كتهبط لتحت، والبيضة اللي خاسرة كطلع الفوق. هادي قبل لا بغيتي تجربها. بالنسبة للبيض ديال السمان أغلبية كيطلع الفوق مع هو خفيف، فهو ما صالحش في هذه التجربة. حاول ما أمكن هذه تخدمها في شي بيض آخر اللي ثقيل، إلا كانت مزيانة كتهبط، كانت خاسرة كطلع الفوق. في هذه الحالة خود هذه خاسرة غادي نتمو نلوحوها، حيدناها نيط راه باينة خمجة. هذه التحييد ما عندنا ما نديرو بها. وهادو كاملين اللي بقاو هادو مزيانين، نظرا لعدم تعفنهم. من بعد غادي نقشروهم وغادي نحطوهم كاملين، وغادي نكبو عليهم شوية ديال الزيت البلدية وشوية ديال الملحة وشوية ديال الكمون. وما تنساوش الخوت تشتركوا معنا في هذه القناة باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله.